الاجهاض كده كده قتل، والقتل مش هنختلف عليه، مش علشان انا معرفش اللي هيموت ده فيبقى مش حرام، او علشان ما شفتهوش، هي نفس المبدأ. يعني مش علشان البيبي صغير وجنين وانتي مش عارفاه ومش عارفه بنت ولا ولد فهو مش هيبقى حرام، لان هو قتل زيه زي كأنك قتلتي واحد في الشارع ما مش عارفاه مثلا، الاتنين قتل ومفيش اي مبرر ليه. فانا لو سمحتوا محدش يجي لي يقول لي لو سمحتي يا دكتوره ساعديني على اجهاض، لان انا ما بساعدش على اجهاض خالص ايا كان سببك. ان كان سببك ان احنا ظروفنا الماديه وحشه فمتقاله في اكتر من موضع في القران ان حرام، لو انتي لظروف ما متجوزه عرفي، لظروف ما انتي حصل خطأ مع خطيبك، فهو برضو لو حد سرق تصليح السرقه مش قتل، يعني ما ينفعش، يعني احنا بنصلح ذنب بذنب اكبر، الله اعلم، ده رايي. فلو سمحتوا رفعا للحرج عني وعنكم مفيش حد يجي يقول لي عايز اعمل اجهاض. الحالات اللي مسموح فيها اجهاض طبيا احنا بنعمل الاجهاض من غير ما تسالونا، احنا لوحدنا. هتلاقي الدكتور كاتب لك تقرير طبي لدكتور النساء ويقول له لو سمحت الحاله دي مش هينفع تكمل حمل، وليها 10 اسباب متفق عليها طبيا.